تخيلوا معي في مكة في وقت الظلام والجهل كان فما بيت صغير قريب للصفاء، دار الأرقم بن أبي الأرقم. غادي كان يجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الأوائل بعيد على عينين قريش، يعلمهم التوحيد، يحافظهم القرآن ويربي فيهم على الإيمان والأخلاق العالية. دار الأرقم ما كانتش دار عادية، كانت أول مدرسة سرية في تاريخ الإسلام، صغير في العمر الملاحة أما كبير في الأجر والمقام. وفي وسط الظروف الصعبة كان القرآن ينزل يثبت القلوب. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي نفس الوقت في دار الندوة كانوا أبو جهل واللي معاه يتآمروا ويخطوا باش يوقفوا نور الإسلام، يكذبوا ويحردوا ويمنعوا الناس باش ما يسمعوش النبي صلى الله عليه وسلم. نهار بعد نهار دار الأرقم كانت تنور القلوب، ودار الندوة كانت تغرق في الظلام. وهكا في السر كانت بداية أعظم أمة عرفتها التاريخ.